سؤال بس كده على السريع، يعني هي بطولة كأس العاصمة دي هي معمولة ليه؟ أو إيه فايدتها يعني؟ يعني عايز أعرف هي يعني ليه عاملين بطولة اسمها كأس العاصمة وحاطينها في وسط الموسم والدوري؟ هو أنتوا أصلا عارفين تنظموا الدوري؟ ده أنت السنة اللي فاتت لاغي الهبوط عشان تيجي حاطط لي بطولة بقى لها 3 4 سنين، تزنقها لي في وسط الدوري ولا فيها أي فايدة. يعني ده الاهلي والزمالك بيلعبوا بالبودلة والناشئين وما بيكملوش فيها. يعني الفرقتين اللي انت عايز تجيب من ورا منهم مشاهدات وتنجح البطولة اصلا ما بيكملوش فيها. ده بيراميدز بيلعب بالناشئين. فانا عايز اعرف ايه فايدتها، وبعدين جايزتها اعلى من جايزة الدوري وجايزة كاس مصر عشان تعلي قيمتها، يعني عشان الفرق يعني ايه تسعى وراها. ايه فايدتها انا مش عارف. وبعدين يعني انت بتقول للمدربين وفرصه للمدربين والانديه تجرب وبتاع، تجرب ايه؟ تجرب هو انت عندك فنيات عشان تجرب؟ هو انت المدربين اللي عندك اصلا عارفه تمرن عشان تجرب؟ تجرب ايه يا راجل؟ ده انت ده انت الدوري بتاعك 21 فرقه، في الدور الاول 20 ماتش وسبع ماتشات في الدور الثاني. هو في الدنيا في الدوري كده؟ ايه لازمه البطوله دي؟ انا مش عارف.